السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدًا، أنا نورة حسن، ولو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد دايمًا، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة ايه. احنا هنعمل مع بعض النهاردة الملبن بطريقة سهلة، والمقادير بتاعتنا اقتصادية وبسيطة موجودة في كل بيت، وفي نفس الوقت هينفعكوا جدا الملبن دوت في الحشوات بتاعة الكحك أو أي حشوة حاجة محتاجة معاكوا ملبن. يلا بينا نبدأ بالمقادير على طول. في حلة على النار هنحط فيها كوبايتين من المية، عليهم كوبايتين من السكر، وكمان كيس من الفانيليا، ممكن معلقة فانيليا سايلة. وفي الطبق دوت كده هنحط كوباية من النشا، عليها كوباية من المية علشان ندوب النشا بتاعنا كويس جدا، وما يبقاش فيه اي تكتلات معانا واحنا بنعمله على النار. تمام كده، المقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت ان شاء الله. على النار معانا كوبايتين السكر بكوبايتين المية وكيس الفانيليا بيغلوا على النار، ياخدوا غلوة كده، وهنا كوباية النشا بكوباية مية ندوبها مع بعض كده. واول ما السكر غالي كده على النار هنحط كوباية النشا اللي احنا مدوبينها في كوباية المية على النار كده، ونبدأ نقلب في كل الكلام ده مع بعض كده لحد ما يمتزج كويس جدا. لازم ايدك بقى هنا في الوقت دوت تفضل كده فيه على طول، تفضلي تقلبي، سواء هتعلي النار مثلا او توطي النار، تفضلي برضو تقلبي علشان ما يتكتلش. المفروض ان الخليط ده كله هيتماسك دلوقتي مع بعض، وتفضلي تقلبي فيه كده باستمرار لحد ما يبقاش فيه مية خالص، يبقى متجانس كده ومتماسك حتة واحدة اكنه كتلة واحدة كله مع بعضه، ما يبقاش فيه حاجة سايلة. ممكن ياخد منك وقت على النار مثلا تلت ساعة، 25 دقيقة، على حسب الكمية بقى اللي انتي هتعمليها، وعلى حسب ما هياخد وقت معاكي على النار قد ايه في التقليب، والوقت اللي هو هيتماسك فيه. احنا عايزينه يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، يبقى متماسك بنفس الطريقة دي. لو لقيتيه سايل شوية يبقى لسه تفضلي تقلبي فيه على النار لحد ما يتقل معاكي، ويبقى بنفس القوام اللي انا وريتهولكم دوت. هنجيب بقى هنا كده الصينية بتاعتنا، نحط فيها ورقة الزبدة وعليها رشة من النشا كده كويسة، وننزل بالخليط بتاعنا ونسويه كده الوش بتاعه من فوق كده. لو حابة هتضيفي مكسرات براحتك، مش حابة هتسيبيه سادة كده للحشوات، بسكوت بقى مثلا، كحك براحتك. هو حلو جدا في الحشوات، هينفعك جدا جدا يعني. وبعد كده هتسيبيه لحد ما يبرد، وبعد كده تدخليه التلاجة هيتماسك 3 4 ساعات في التلاجة، يتماسك كده معاكي. تقلبيه بقى هنا كده على صينية، تديله رشة نشا كده تانية محترمة برضه عشان يتقطع معاكي بسهولة، ما يتعبكيش في التقطيع، هو سهل جدا، تقطيعه سهل بسيط جدا زي ما انتوا شايفين كده. احنا هنا قطعناه كده على شكل مربعات كده، يعني كده احنا هنستخدمه في حشوات الكحك، وطبعا هينفعكوا جدا بقى في العيد. بنحتاج ان احنا بقى نعمل كحك وبسكويت وحاجات كده بقى وملبن بقى والكلام ده، فهينفعكوا جدا جدا في الحشوات. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي، سهلة وبسيطة واقتصادية، نشا ومية وسكر، اي بيت فيه نشا ومية وسكر وكيس فانيليا، مش حاجة يعني. جربوا الطريقة ان شاء الله، الوصفة مضمونة 100% بأمانة. جربوها على ضمانتي، هتعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى لو الفيديو بتاعنا عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد دايما. تقدري انتي تحطيه في علبة وتحفظيه في التلاجة لحد ما تيجي تستخدميه، لو هتحشي بيه كحك زي ما قلنا. فهو الملبن بتاعنا حلو قوي، وفي ناس بتقول عليه حلقوم عشان لو محدش عارف ايه الملبن. بس كده الفيديو بتاعنا خلص، متنسيش بقى تحطيلي لايك حلو زيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.